السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه الرقاق الناشف بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبمقادير موجودة عندنا في البيت. هنعمله ب3 مكونات فقط: دقيق وملح ومية، وهيطلع شكله جميل جدا واحلى من اللي بنشتريه من بره، وهيطلع مظبوط ومساوي. وطريقة التسوية طريقة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. يلا مع بعض نشوفوا المقادير. عندي كيلو الا ربع من الدقيق، اي نوع دقيق موجود عندكم، وعندي مية دافية للعجن، ومعلقة صغيرة من الملح. بالنسبة لنوع الدقيق اي نوع موجود عندكم، انا استخدمت نوع اسمه السلطان، وريته لكم قبل كده في كذا فيديو. هضيف الملح على الدقيق وهقلبهم كويس جدا جدا. بالنسبة للمية اهم حاجة المية تكون دافية معانا. وبالنسبة لقوام العجينة انا عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية وبتلزق تلزيق خفيف زي ما حضراتكم هتشوفوا. بالنسبة للمية شوية بشوية لحد ما اوصل لقوام العجينة اللي انا عايزاه، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. يعني في نوع بياخد كمية مية كتيرة وفي نوع بياخد كمية مية قليلة. عشان كده في اي معجنات احنا بنعملها بننزل بالمية شوية بشوية. هضيف شوية مية تاني وهنقلب. انا هنا المقادير بتاعتي مقادير لصينية واحدة بس. لو عايزين تعملوا كذا صينية يبقى هنضاعف الكمية معانا. لو عايزين تعملوا صينية تكون صغيرة يبقى هنقللوا الدقيق شوية. انا هعمل صينية كبيرة جدا، عشان كده عملت كيلو الا ربع من الدقيق. انا عارفة مقادير الصينية اللي عندي، عشان كده بعاير بالكوباية. ده شكل قوام العجينة اللي انا عايزاه بعد ما عجنته كويس جدا جدا. عجينة طرية وبتلزق تلزيق خفيف، هو ده المطلوب اللي انا عايزاه. العجينة جميلة جدا ما شاء الله، وما خدتش وقت معانا خالص في العجن. عملت فيديو قبل كده في القناة طريقة عمل الرقاق الطري بنفس المقادير. يعني المقادير اللي عملنا بيها الرقاق الناشف نفس المقادير اللي عملنا بيها الرقاق الطري. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هرش على العجينة من فوق شوية من الدقيق وهنبتدي ان احنا نقطعها. في الخطوة دي انا مش هسيب العجينة ترتاح غير لما اقطعها الاول. لما اقطع العجينة بعدين هسيبها ترتاح. تمام. انا عاملة وصفات كتير على القناة، اتمنى تدخلوا تشوفوها. واي وصفة حابين نعملها لكم اكتبيلي في التعليقات، واي وصفة عجبتكم اكتبيلي برضو في التعليقات. هرش على الوش من فوق شوية من الدقيق وهنبتدي ان احنا نقطع العجينة. بالنسبة للعجينة لو عايزين الرقاق الطري يكون الحجم بتاعه كبير يبقى هنقطع التقطيعة تكون كبيرة شوية. لو عايزين الحجم بتاعه يكون صغير زي ما انا عامل بالظبط يبقى هنقطعها بنفس الحجم اللي انا عايزاه. طبعا هنا انا بقطع العجينة حسب حجم الصينية. يعني انا عندي الصينية بتاعتي مدورة كبيرة شوية، فانا بقطع حسب الحجم. يعني الفطيرة اللي انا هعملها دي نفس حجم الصينية بالظبط. بالنسبة للي عنده صينية تكون مربعة ويكون حجمها كبير يبقى هنعمل نفس التقطيع بالظبط، او نفس التقطيع هتكون كبيرة شوية بس هنعملها مربعة علشان شكل الفطيرة بيرجع لشكل الصينية معانا. يعني لو عايزين الصينية تبقى مدورة يبقى هنعمل الفطيرة مدورة، لو عايزين الصينية تبقى مربعة يبقى هنعمل الصينية مربعة، وهكذا. تمام كده. هنا بقطع كله حجم واحد بحجم الفطيرة اللي حضراتكم هتشوفوه. انا هنا الكيلو الا ربع من الدقيق عمل معايا ما شاء الله 12 فطيرة زي ما حضراتكم هتشوفوا. انا عارفة المقادير بتاعتي، مقادير الصينية اللي انا هعملها هي بتاخد ما شاء الله بتاخد 12 فطيرة، بتبقى 6 من تحت و6 من فوق. تمام. كل صينية بتختلف عن التانية حسب حجم الصينية وحسب حجم الفطيرة اللي انتوا عايزينها. تمام. اتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. انا هقطع الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. اهم حاجة التقطيعة كلها تكون متساوية وتكون قد بعض، لان هي اللي هتبقى الفطيرة نفس المقاس بالظبط. تمام. ده شكلهم ما شاء الله عمل معايا 12 فطيرة. اهم حاجة في الوقت ده لازم نغطيها علشان العجينة ما تنشفش مننا. وهبتدي اخد اول قطعة انا قطعتها في الاول وهفردها بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. انا بعد ما قطعت العجينة سبتها ارتاحت لمدة 10 دقايق. اهم حاجة ان احنا نسيب العجينة بعد ما نقطعها ترتاح لمدة 10 دقايق علشان وقت الفرد هيتفرد معانا بكل سهولة. زي ما انتم شايفين خدت اول قطعة قطعتها في العجين ورشيت عليها شوية من الدقيق وهنبتدي نفرد.
طريقة الفرد زي ما حضراتكم شايفين، زي ما انا بعمل اعملوا بالظبط علشان الفطيرة تطلع معانا مظبوطة وتطلع دائرية مظبوطية زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي ان احنا نفرد مع استخدام الدقيق. اهم حاجة ان احنا نكتر من الدقيق علشان العجينة لما بترتاح بتلزق شوية، فعشان كده عايزة كمية دقيق تكون حلوة. تمام. بنفرد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده زي ما انا قلت لكم. لو عايزين الفطيرة تبقى مدورة يبقى هنعمل بنفس الخطوات ديت. لو عايزين الفطيرة تبقى مربعة يبقى هنعملها بطولية زي ما حضراتكم شايفين. تمام. انا هنا ماشية معاكم بالراحة بالراحة علشان تبقى كل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو. تمام. بفرد بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا انا عندي الفرادة الصغيرة وعندي الكبيرة. هنا انا بفرد في الصغيرة بس وقت السوا بستخدم الكبيرة. تمام. لان ان الشبه ديت او الفرادة دي حجمها صغير خالص، فما بعرفش ان انا الف فيها الفطيرة، فبستخدم ان الشابة او الفرادة الكبيرة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي. ما شاء الله الفطيرة بتتفرد معانا بكل سهولة علشان انا سبتها ترتاح. كل ما بنسيب العجين بيرتاح كل ما بيتفرد معانا بكل سهولة. على فكرة ممكن تفردوا بايديكم عادي جدا او تفردوا من الشابة او بفرادة حسب ما انتوا عايزين. هنا بمسك العجينة بفردها كويس جدا بايديا علشان تبقى دائرية، وبنفضها كويس جدا جدا من الدقيق، وهبتدي ان انا الفها بالنشابة او الفراد. احنا كصعايدة بنقول عليها نشابة. تمام. هنبتدي ان احنا نلفها بالفراد زي ما انتم شايفين. بالنسبة لطريقة التسوية زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، هنا هنفضها كويس جدا جدا من الدقيق علشان لما الفطير بيكون فيه كمية دقيق لما بنحطه في الفرن بيتحرق معانا. انا ولعت الفرن من فوق ومن تحت وسبتها تسخن تماما، لان الفطير ما ينفعش يدخل على فرن يكون بارد، لازم الفرن تكون سخنة جدا، ونهدي الفرن من فوق ومن تحت علشان الفطيرة ما تتحرقش مننا. ده شكل الفطيرة ما شاء الله بعد ما حطيتها في الفرن وبعد ما استوت تماما. نعرف ازاي ان الفطيرة استوت لما بيعمل فقاعات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هفرد معاكم قطعة كمان، هرش شوية من الدقيق وبعدين هنزل بقطعة من العجينة وهنفرد بايدينا الاول مع استخدام الدقيق. اهم حاجة ان احنا نكتر من الدقيق علشان العجينة ما تلزقش مننا، وهنفرد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا كل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو علشان لو نسيت حاجة انا وبتكلم تبقى كل حاجة واضحة قدامكم. تمام. اتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. بكرة الوقفة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم بإذن الله. هنفرد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا الصينية بتاعتي زي ما انا قلت لكم دائرية، فبفرد نظام الفطيرة تكون دائرية علشان لما احطها في الصينية تكون مظبوطة، وانا بعملها بنفس المقاس. يعني انا عارفة مقاس الصينية اللي انا هعملها، عشان كده بعمل الفطيرة برضو بنفس المقاس، لان انا بصراحة ما بحبش الفطير يبقى فيه زيادات، لازم الفطيرة تكون متساوية. هنا فردتها كويس جدا جدا وبنفضها من الدقيق. انا بحب افرد بالفرادة الصغيرة وبعدين هستخدم الفرادة الكبيرة، هلفها زي ما انتم شايفين وهنفضها كويس جدا جدا من الدقيق، وبعدين هدخلها الفرن لحد ما تستوي تماما بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الفرن هنا موطيها من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين. وده ما شاء الله شكل الفطيرة بعد ما استوت، جميلة جدا ما شاء الله، واستوت وخدت لون من فوق ومن تحت بسيط. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. ده شكل الرقاق معانا ما شاء الله بعد ما سويت كل الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتم شفتوا. وده شكله جميل جدا ما شاء الله وناشف معانا. لو عايزين الرقاق يبقى طري مش هنسيبه كتير في الفرن، مسافة ما يعلى معانا شوية بعدين هنخرجه علشان يبقى رقاق طري معانا جميل جدا ما شاء الله. ومن كيلو الا ربع دقيق عملنا الكمية اللي حضراتكم شايفينها ديت. ده مقاس الصينية اللي انا عايزاه. زي ما انا قلت لكم لو الصينيه هتبقى دائريه يبقى هنعمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لو الصينيه هتبقى مربعه يبقى هنعمله مربع بالطول زي ما انتوا شايفين. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسيش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.